لو انتوا من عشاق السابليه يبقى كملوا الفيديو ده معايا. بحضر زبدة تكون في درجة حرارة الغرفة وبضيف عليها سكر بودرة، بخلطهم مع بعض لحد ما يديني قوام أشبه بالكريمة زي كده. بعدين بضيف عليه بضاية وصفار بضاية، وضفت كمان فانيليا يمتزجوا مع بعض كويس. وبعدين بضيف المكونات الجافة اللي هي نشا ودقيق وبيكنج باودر. المكونات كلها كاملة هتلاقوها تحت الفيديو. بغير لأداة الكف يتقلبوا مع بعض بس لكن مش بعجنهم. كده القوام بتاعي بيكون مظبوط زي ما انتم شايفين. بقسم العجينة نصين والفها في بلاستيك راب واشيلها في التلاجة لمدة ربع ساعة، وبعد كده بطلعهم افردها زي ما انتم شايفين بالطريقة دي بين ورقتين من الزبدة. السمك بيكون مظبوط رفيع. بأي قطعة عندك أو أي كوباية أو المتوفر تقطعيه، وبعد كده برصه على الصواني وادخله الفرن يكون متسخن قبلها على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني. بياخد بالظبط من 10 ل 15 دقيقة، ولما يطلع بسيبه يبرد في الصينية وبعدين بزينهم بالطريقة اللي انتي تحبيها. أتمنى تكون الطريقة عجبتكم ومستنية التطبيقات بتاعتكم كلها. اقروا كل الملاحظات اللي أنا سايبها لكم تحت الفيديو عشان يظبط معاكم كمان.